زمان كنت باشوف الناس المصابة دي موسومين، وكان أي حد ييجي يقول لي إنه هيرتبط بحد مصاب كنت بارفض الفكرة تمامًا وأقول له: "يعني هو ما فيش غيره؟ هي الدنيا حبكت؟ ما اللي خلقها خلق ألف غيرها سُلام." وبعدين في يوم وليلة بقيت من الناس اللي ما كانوش عاجبينّي دول. مش هاحكي لك أنا باخاف إزاي من رد فعل الناس لو حد عرف إني مُصاب، لإني في يوم كنت زيّهم وعارف كويس أوي هُم بيفكّروا إزاي. صحيح دلوقتي بقيت فاهم بالتجربة إن ما فيش حاجة تستاهل الوصم، لكن كمان بقيت فاهم إن الفرق بين الHIV والبرد إن الناس كلّها فاهمة إن البرد بييجي من الهوا، لكن أغلب الناس فاهمة إن الHIV بييجي من المخدرات والسكس بس. المسج اللي بتقول إني إيجابي جات لي من المعمل على موبايلي وأنا في الشغل. وزي الأفلام كده بالضبط، الدنيا سكتت خالص، كل حاجة اختفت، والدنيا اسودت حرفيًا في عيني لمدة كام ثانية من كتر الرعب. بعدها بيومين 3 رُحت لدكتور أمراض دم ومناعة، ويا ريتني ما رُحت. قال لي إن الدوا اللي الحميات بتصرفه له مضاعفات جامدة، وهيخلّيني أفقد البصر وبعدين بعدها بفترة هاموت، وده لأن المواد اللي بيستعملوها في عمايله خطيرة. وقال لي إن هو ودكتور ألماني زميله شغالين على علاج تاني، وقعد بقى يورّيني أبحاث ومقالات هو كاتبها عشان يقنعني. العلاج بتاعه بقى كان عبارة عن جهاز بيغسل الدم من الفيروس، وتمن العلاج ده كان كام ألف دولار كده. صدّقني مش فاكر كام بالضبط يعني من كتر ما المبلغ كان كبير. طبعًا حسّيت إني زي اللي محكوم عليه بالإعدام، ما هو أنا كده هاموت، لو خدت الدوا بتاع الحميات هاموت، وأنا مش معايا المبلغ اللي الدكتور طالبه فهاموت برضه. وفضلت على الحال ده شهر ونُص، خايف، وحاسس إني باقرّب من الموت شوية زيادة كل يوم. بس بالصدفة اتكلمت مع واحد صاحبي دكتور وحكيت له كل حاجة. هو بقى طمّني وشرح لي كل حاجة وفهّمني طبعًا إن الدكتور التاني ده نصّاب، وفعلًا رُحت صرفت العلاج من الحميات بعدها على طول. الحقيقة إنه من غير الكلام مع حد ثقة وفاهم كان زماني عايش في الوهم ده لحد دلوقتي. بس المشكلة إني عندي إحساس بالذنب. عندي إحساس إن ربنا بيعاقبني وإني أستاهل كل حاجة بتحصل لي. في حاجات كتير بتدور في دماغي زي إني مكتوب عليّا أفضل موصوم بالعار باقي عمري. أنا عندي إحساس داخلي كده ما بيروحش، باحس إني وسخ، باحس إن جسمي متوسخ وجواه حاجة عمرها ما هتنضف. عشان كده أنا باغسل إيدي كتير أوي، وعشان كده أول ما أمسك أي حاجة أنا مش ضامن نضافتها لازم أطهّر إيدي كويس. والأغرب من ده كمان إن بقت عندي عقدة من الأُكَر، ما أقدرش أمسك أُكرة باب بإيديّا لإني عارف إنها ملوثة ومناعتي ضعيفة، فلازم أحمي نفسي، مع إني متأكد إن دلوقتي مناعتي أحسن من الأول بكتير. أنا بس نفسي ييجي وقت وإحساسي بالذنب ده يروح، لإني فاهم كويس إني ما عملتش حاجة غلط، ونفسي لمّا أغسل إيديّا أرجع تاني أحس إنها نضيفة.